بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم. موضوع الحرية موضوع رائع، الأروع إنه متصل بحياتك وإنت هو بدأت بقى تكبر وتتجاوز مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وهتبدأ تقول إيه الحرية. ولازم طبعا علشان تكون إنسان حر زي ما ربنا خلقك. فالحرية، ما معنى الحرية وما حدود الحرية؟ هل الحرية طبيعة فينا خلقنا ربنا بيها يعني، أم هي شيء مكتسب؟ وهل الحرية حق أم واجب؟ أمور قد تبدو صعبة، لكن الكاتب بتاعنا النهاردة مصطفى لطفي المنفلوطي قدم لنا الفكرة بأنه حكالنا قصة حصلت له. الكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي بيحكي لنا قصته مع الهرة يعني القطة، واللي بيها هنعرف إجابة أسئلتنا عن الحرية. كده هنقسم الدرس لجزئين. الجزء الأول اللي الكاتب بيحكي فيه قصته مع القطة لنفهم منها معنى الحرية أكثر. الجزء الثاني وهو الذي يحتاج إلى بعض الشرح. بالنسبة للجزء الأول خلاصته، المنفلوطي كان نايم وبعدين صحي من نومه على صوت الهرة هي بتنونو، فقال الله هو في ايه مالها القطة دي؟ فبدأ ان هو يجيب لها اكل، فعافت الاكل وما كلتهوش يعني مش جعانة. جاب لها ميه مش عايزه تشرب ميه، بيبقى محتار هو يا القطه ايه حكايتها. اتمنى انه يكون النبي سليمان، قال يا ريتني كنت النبي سليمان علشان اعرف القطه دي عايزه ايه واقدم لها اللي هي عايزاه. فيا ريتني كنت بفهم لغه الحيوان زي سيدنا سليمان. المهم هو لاحظ ان هو كل ما بيتحرك ناحيه الباب هي بتقعد ايه تقوم تتمسح فيه اكتر، وبعدين كمان هو بتديم النظر للكاتب كلما توجه ناحيه الباب. فبدا يفهم يبقى هي عايزاني افتح لها الباب، عايزه تخرج. ففتح الباب وهي خرجت. طبعا لانه كاتب ولانه مفكر، يعني المنفلوطي كاتب عظيم ومفكر رائع، فبدا لما جاي يكمل نومه بدأ بقى قعد كده مع نفسه يفكر، وحط راسه كده على ايده وقعد يفكر ويتأمل. هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية؟ فقال الهرة فعلا بتفهم معنى الحرية. طيب عايز يقول ايه من كده؟ عاوز يقول اذا كانت القطة بتفهم معنى الحرية وان القطة ممكن تضحي بالطعام والشراب من اجل حريتها، اذا الحرية غريزة فطرية. يعني ايه غريزة فطرية؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الحيوانات بغريزة ان هي تحب ايه؟ تحب انها تكون حرة مش محبوسة. فاذا كان هذا حال الحيوان فما بالنا بحال الانسان؟ لذلك فكاتبنا النهاردة عايز يوصل لنا فكرة ان الحرية حق من حقوق الانسان. نيجي الجزء الثاني من الدرس. فالحرية شمس، يبقى شبه الحرية بالشمس، يجب أن تشرق في كل نفس. فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة. الإنسان اللي هيعيش محروم من الحرية ده كأنه عايش في ضلمة، عايش في ضلمة حالكة يعني شديدة السواد. يبقى بماذا شبه الكاتب الإنسان المحروم من حريته؟ شبهه بأنه يعيش في ظلمة حالكة، يعني كأنه عايش في قبر لا قدر الله، يعني ظلام، قاعد في أوضة مظلمة، يعني كأنه مش عايش. الإنسان اللي عايش محروم من الحرية كأنه يعيش في القبر، كأنه في ظلمة حالكة، يعني محبوس، ما شافش، ما عاش الحياة هي الحرية. الحرية هي الحياة، فعلا الحرية هي الحياة. ولولا الحرية لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة.
في أيدي الأطفال. اللعب المتحركة اللي بيكون لها خيوط علشان في حد تاني بيتحكم فيها، ويعني لو عاوز يودي العروسة دي يمين هيوديها، لو عاوز يودي اللعبة دي شمال هيوديها. فالإنسان اللي محروم من الحرية يعني مش هو اللي متحكم في تصرفاته، ولا ولا هو المتحكم في تصرفاته، ولا هو اللي بينفذ رغباته، ودايما في أشخاص آخرين هم اللي متحكمين فيه، وهم اللي بيوجهوه يمين أو شمال، وهم حتى اللي ما بيخلوش ان هو يعترض. لو في شيء مش عاجبه انه يعترض، مش من حقه يعترض، ويعني مش من حقه انه يعبر عن رأيه. فالإنسان ده عامل زي ايه؟ اللعبة اللي في ايد ايه؟ حد بيسيطر عليها وبيوجهها. إن الإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد. الإنسان اللي بيطلب حريته ده ما نقدرش نقول عليه شحات، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته المطامع البشرية. المطامع البشرية هو اللي بيخلي بعض الناس يعني أو بعض الشعوب ما بتعيش الحرية بتاعتها، مش بتعبر عن آرائها بحرية. لو شعب من الشعوب كان مستعمر من دولة أجنبية كانت بتأخذ حقوقه، أو من حكام ظالمين كانوا بياخدوا حقوقه في أمن، أو على مستوى الأفراد. لو الإنسان ده اتسلبت حقوقه واتسلبت حريته وبعدين قرر إنه ينهض وياخد حريته، فده لا منا لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده. لما ياخد حريته وينال حريته هذا الشعب أو هذا الفرد من الإنسان الذي أخذ حريته، فلا منا لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده، محدش ليه فضل عليه. ليه؟ لأن الحرية دي غريزة فطرية، لأن الحرية دي ربنا خلقه بيها، لأن الحرية دي حق من حقوقه، لأن الحرية حق من الحقوق الإنسانية. وإن شاء الله الفيديو القادم هنحل مع بعض أسئلة كتاب الأضواء وكتاب الامتحان على موضوع الحرية. وأي سؤال اكتبوه لي في التعليقات، وربنا يوفقكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.